دايما لما بلاقي محتوى على اليوتيوب أو على أي منصة من منصات السوشيال ميديا بتتكلم عن أمريكا، دايما الناس تلاقيها بتقول إن هو عايش في أمريكا ويسكت. السكوت ده بيديلك إيحاء إنه أمريكا دي بلد واحدة أو كتلة واحدة، والحقيقة لأ، إن أمريكا شبه قارة. الحياة بتختلف فيها من الشرق للغرب لوسط. فأرجو من أي حد بيتكلم عن أمريكا يحدد هو عايش فين بالظبط. اللي عايش في الشرق زي مثلا نيويورك بيتكلم على إن الحياة زحمة والحياة غالية والأسعار مرتفعة، فاللي بيسمع دايما بيجيله الإيحاء إنه أمريكا كلها كده. طبعا ده مش حقيقي، لأنه منطقة مثلا زي منطقة الميد ويست اللي أنا عايش فيها واللي أنا بعمل منها الفيديو ده، الحياة فيها أرخص، الحياة فيها أهدى، رتم الحياة أبطأ. بعكس برضو غرب الولايات المتحدة الأمريكية اللي ممكن يكون متشابه شوية في غلو الأسعار، لكن درجات الحرارة فيه مختلفة. تلاقي الدنيا شمس زي كاليفورنيا، تلاقي الجو فيها جميل، تلاقي أريزونا الدنيا فيها حر. ف أرجو من أي حد بيصنع المحتوى في أمريكا أو بيجاوب عن أي سؤال يخص أمريكا يحدد هو عايش فين، ويحدد المدينة اللي هو عايش فيها، لأنها بصراحة فعلا الإجابات بتختلف بشكل كبير.